الحد. يا أيها المصريون اتحدوا، اتحدوا على كلمة سواء. خلاص يا جماعة، مش الكرسي هو اللي هيخلي الدم يسيل في الشارع بهذا الشكل، مش الكرسي ولا السلطة هي اللي هتفرط في دماء أبنائنا بهذا الشكل. الموضوع ده الحقيقة هو الطاغي علينا النهاردة، رغم أن هناك أحداث لمشاهدي الكرام وعشاق المصروية أصدقائي وأحبائي عشاق النادي المصري، إلا أن طبعا النادي المصري جزء من تراب مصر وجزء من كيان مصر، وجماهير النادي المصري وعشاق النادي المصري المصريون في كل مكان يعني ما بعيدوش أبدا ولا ما تأثروش أبدا، ولكنهم تأثروا بهذا الحدث الجلل الكبير. ايا كان، فموضوعنا النهارده مع ضيوفي سنتناول فيه قضايا عديده جدا، وقضايا هامه ومهمه جدا لكل مصري ولكل مواطن ولكل رياضي ولكل عاشق لتراب المستطيل الاخضر والنادي الاخضر العريق، أروقة النادي المصري العزيز. اسمحوا لي في البدايه ان ارحب بضيوفي في هذه الحلقه، أبناء النادي المصري حاليا طبعا، ويعني منتمين إليه طبعا حبا وتدريبا وعشقا وتواجدا وانتماء. أرحب بالكابتن حمام إبراهيم، نجم النادي الإسماعيلي ومدرب النادي المصري في هذه الأيام. برحب بك كابتن حمام، نورتنا وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك انت طيب. أرحب بالناقد الرياضي ومؤسس ومدير تحرير موقع كرة سبورتس الرياضي، الصحفي المعتدل المحترم الأستاذ أيمن عيد. برحب بك أستاذ أيمن وحمد لله على السلامة. ربنا يخليك يا استاذ علي، وربنا يحفظ مصر ان شاء الله يا رب. يعني بس الناس ممكن تقول يعني كابتن حمام إبراهيم يعني ايه علاقته دلوقتي بالنادي المصري؟ قبل ما نبدأ حوارنا، الكابتن حمام إبراهيم هو هيبقى المدرب العام بجانب الكابتن صبري المنياوي، اللي اتفقت معاهم إدارة النادي المصري حتى اللحظة اللي أنا مع حضراتكم فيها دي على إسناد مهمة تدريب فريق النادي المصري من يوم السبت القادم إن شاء الله، كجهاز فني لمجموعة أبناء النادي المصري الذين انتهت إعارتهم، واللي هيحاولوا إن شاء الله هو والكابتن صبري أو كابتن صبري وهو انهم يجمعوا العائدون من الانديه الاخرى اللي انتهت اعارتهم والذين تم التعاقد معهم من قبل المجلس الحالي، رغم الظروف الكثيره والمتغيرات المتعدده اللي حصلت خلال ال 24 ساعه الماضيات. ايه اهمها؟ استقالات لمجلس الاداره، قرار المحافظ بتجميد ارصده النادي المصري في البنوك بناء على مذكرة مديرية الشباب والرياضة، تعيين المحافظ لمجموعة تفوق الثلاثة أو ثلاثة تقريبا في مجلس إدارة النادي المصري: أحمد السيد متولي، شريف شدوي، وأعتقد آخر محمد أبو طالب. محمد أبو طالب. يعني ولكن بعد ذلك تغير كل هذا الزخم، وتغيرت كل هذه الأحداث وكل هذه الأنباء بعد أن التقى المحافظ بمجلس الإدارة المستقيل وتفاهم منهم طبيعة الأمور، فأعاد الأمور إلى نصابها مرة تانية، وفي محاولة إلى دفع العجلة اللي هنتعرف على يعني تفاصيلها من ضيوفنا. ولكن ما أقدرش أبعد بعيد عن أحداث اليوم يا كابتن حمام. إزاي استقبلت خبر مقتل جنودنا المصريين؟ قراءتك في هذه الأحداث إيه اللي أنت تتمناه كمواطن مصري وكرياضي ادى لبلده ونفسه يشوف بلده بشكل كويس؟ يعني في البدايه يا استاذ علي، احنا طبعا اولا انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك. الله يخليك، السعاده والشرف لينا المصرويه، وده شرف ليا. الاحداث اللي بتحصل في مصر مش من النهارده بس، الحقيقه من يمكن من اكتر من سنه ونص دلوقتي ولا سنتين، حاجات ما ترضيش حد خالص. كلنا كمصريين كلنا بنعيش في البلد دي، بناكل من خير البلد دي، ولائنا الاول والاخير المفروض يكون للبلد اللي احنا بنعيش عليها وارضنا. انما طبعا استهداف الجنود واستهداف الناس اللي في الشارع واستهداف المدنيين واستهداف الناس اللي يعني حاجات بصراحه
يمكن اول مره الواحد انه يعني انا عن نفسي مش حاسس ان انا بعيش في مصر. مش هي دي مصر بلدنا، بلد الامن والامان، والبلد اللي كلنا بنحبها واللي كلنا عايشين في خيرها، واللي كلنا سواء مسلم او مسيحي كلنا ايد واحده في كل حاجه. بلاش الشتات اللي احنا منشتتينه بالشكل اللي احنا فيه ده. دماء تسيل في كل لحظه وفي كل ساعه، كأننا بالظبط يعني في الدول التانية اللي كنا بنسمع عنها، والحروب اللي دايرة بين أهلها وبين بعض. استهداف الجنود الحقيقة يعني شيء مخزي لكل من تلوثت إيده بالعمل الخسيس اللي حصل ده. تعزينا لكل الجنود وكل أهاليهم وكل الناس لكل مصر الحقيقة. يعني مصر كلها دلوقتي في حالة حداد عام. يعني احنا الحقيقة نتمنى ان الأمور دي تخلص. نتمنى ان المؤامره اللي بتحصل على مصر من الدول الخارجيه ومن الخارج، الناس كلها تفطن للمؤامره دي. ولازم تعرف ان احنا كمصريين لن اي حد يقبل ان اي حد من بره يتدخل في شؤوننا، وان تبقى مصر تجارب للدول التانية اللي بتحصل فيها الحروب بينها وبين بعضها. الحقيقه حاجه مؤسفه، ويعني حاجه الصوره واضحه ان هناك جداً. يعني ايد خارجيه. ده اكيد. انا اشك ان اللي عمل دي مصري يا استاذ علي. كل الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت، والتخاذل المخزي من كل الدول الغربيه وكل التحالفات اللي بتحصل دلوقتي على مصر بتبان قدام اي حد. يعني معلش، يعني اي حد لو ملوش في السياسه ولو ملوش في اي حاجه، الانسان العادي، الانسان البسيط العادي دلوقتي عارف ان مصر بتواجه ارهاب دولي، مش من الموجودين في مصر، مش من الموجودين في مصر بس، انما في اللي موجودين في العالم كله. والدول الكبيره اللي بتحارب الارهاب، اللي هي يعني كان كل كلامها الارهاب، واحنا بنحارب الارهاب في كل مكان، وهي تدعمه. هو اللي بيحصل في مصر ده مش ارهاب؟ ما سمعناش اي ادانه لاي حاجه من الحاجات اللي بتحصل في مصر، من حرق الكنائس. احنا على فكره يعني احنا لا يعني يعنينا انهم يدينوا او لا يدينوا، هم بس يعني يرفعوا ايدهم عننا، يرفعوا ايدهم عن مصر، لان مصر بلد كبيره. مصر بلد ان شاء الله ربنا حميها. وانا زي ما قلت في الاول وبقول لحضرتك ان شاء الله هنتحد. يعني اللي بيحصل، الاسلاميين السياسيين والليبراليين والديمقراطيين والناس اللي عايشه جوه البلد، الناس دي كلهم على وفاق اجتماعي مع بعضهم. الزوبعه الاخيره دي بهدلت البلد وبهدلت الدنيا، بس الناس دي هترجع لبعض تاني. والله يا استاذ علي انا هنرجع لبعض. بس اللي بيحصل ده بقى من اطماع خارجيه هيزود فجوه الزعل بين الناس بعضها. يعني انا نفسي كمان يا استاذ علي نلغي القاموس او نلغي الكلمات اللي هي اسلام سياسي وليبرالي وعلماني. احنا كلنا مصريين. احنا مصري، احنا مصر. نحط مصر قدام عينينا ونفكر في مصر بس، ما نفكرش يعني. ما احنا كلنا مسلمين، كلنا مسلمين ومسيحيين، كلنا متدينين، وكلنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. انما الشرذمه المصالح الخاصه ضيعت البلد وضيعت المصلحه الخاصه انفسها. السعي وراها ضايع المصلحه الخاصه. اذا كان هناك واحد بيسعى لمصلحه خاصه، عايز يمتلك او عايز يبقى له كرسي او عايز يبقى له صوت، فهو باللي حصل ده لا هيبقى له صوت ولا هيمتلك ولا هيقعد، والبلد هو الكرسي بيفضل لمين يا استاذ علي؟ مين اللي بيفضل على الكرسي؟ ما بيدوم لمين الكرسي؟ عشان يعني كل الدماء اللي بتسيل دي يعني حرام ولا مش حرام؟ يعني كرسي ايه اللي الناس بتتكلم عنه، وان حكم مصر والكلام ده وبتاع ده؟ الحاجات دي كلها يعني غريبه جدا على كل المصريين الحقيقه يعني. كابتن ايمن برضو يعني انت جاي حزين وزعلان وبتندد وشاجب هذا الحدث اثر فيك واتضايقت له، وشايف انه هيخلف وراءه احزان كتير. يعني قلت لي ده الموضوع ده مش يعني مش هيطلع من القلب. ده احنا لغايه دلوقتي بنبكي على ال 18 اللي قتلوا في رمضان قبل الماضي، فالنهارده هيبقى وراهم 25. هتقول لي يعني، او قد يسأل سائل، طب والناس اللي ماتت في رابعه والناس اللي ماتت في امام الحرس، ما هو كلنا واحد، ما هو برضه الناس دي عليها حزن. ومين قال ما حدش حزين عليهم؟ مين قال ان دول مش مصريين واصدقائنا واقاربنا وجيراننا والى اخره؟ بس ازاي يعني كيف تقبلت هذا الحدث؟ والله يا استاذ علي، انا يعني بصراحه انا مش قادر ارد على حضرتك، ولكن كل ما يسعني ان انا يعني اتوجه بالدعاء ان ربنا يغفر لجميع ضحايانا، وبالذات اللي توفوا النهارده. واتمنى من الدوله ان هي تحافظ شويه على ابنائها، وان هي ترعى ابنائها، مش عشان مجند
وعشان عنده 21 سنة 20 سنة ارميه واقول له روح صرف نفسك، اقول له روح اتعامل مع نفسك. في كلمة بيقولوها دايما كده، يعني اللي بيدخل الجيش بيقول له الجيش بيقول لك اتصرف. هل ده جزاء اللي بيتصرف واللي عايز يتصرف واللي بيحاول يخفف الحمل من على قوات المسلحة والجيش والدولة؟ هل ده جزاته حياته راحت خلاص؟ الدولة محتاجة ان هي تعيد نظرها في حمايتها لأبنائها. مش هقول المواطنين ربنا حارسهم، لكن احنا محتاجين ان دول اللي بيحموا المواطنين، دول الدرع الحامي للمواطنين حاليا بعد ثورة 30 يونيو. دول الدرع الحامي بتاعنا. احنا دلوقتي بقينا بنتحامى، اذا كنت انا كواحد عادي او واحد تاني اخر طيار اخر اسلامي، كله بيتحامى في دول الدرع الواقي بتاعنا دلوقتي حاليا. مجندين الشرطة، مجندين الجيش، ضباط الشرطة، ضباط الجيش، دول الدرع. عايزين الدولة تقدرنا كبني ادمين، عايزين التقدير ده، لان التقدير ده هيبقى في عيشة سوية بيننا وبين بعض لما كله يحس ان البلد بتخاف عليه. ولكن انا مش لازم احسس البلد اللي انا كارهها، لان اللي بيحصل دلوقتي من حرق لمؤسسات حكومية وهجوم على ابناء البلد الدرع بتاعهم، يبقى انا كده مش مصري. مش مصري اللي يعمل الكلام ده، مش مصري اللي يروح يقتل اخوه، مش مصري اللي يروح يدفع اخوه ان هو يرتكب جرائم في حق بلده. ان انا ممكن اكون انا عامل في المؤسسة اللي انت رحت تحرقها دي او تقتل الحارس بتاعها، وكون انا قريبك. انت عارف حضرتك ان احنا كلنا شبكة اجتماعية متواصلين مع بعض. صحيح. الاب مع ابن العم، شبكة. تلاقي ممكن انا نسب بيني وبين الكابتن، ما تعرفش درجات 4 و5 و6 و7، احنا كلنا مترابطين مع بعض وكلنا واحد. ولكن انا بقول لحضرتك انا كواحد من الناس اللي بيعملوا في المجال الاعلامي، بحط نفسي لما بيجي لي خبر زي ده، ما انا اكيد بحزن. ولكن اللي بيعملوا في المجال الاعلامي دوت، انا عايز الناس ترفق بيهم والله، لان الناس دي يعني بيعتبر ان هم اول ما بيعرفوا الاخبار وبينقلوها ليكم، فبالتالي بقى احنا قلبنا خلاص ضعف، يعني قلبنا مات خلاص، بقينا خلاص مش عارفين احنا عايشين ازاي ولا عايشين ليه. بقت الحياة عندنا بقت حياة عادية، بقاش فيها جديد في ظل اللي بيحصل دوت. اصحى الصبح الاقي خبر بيقول 25 واحد توفى. طب ليه وعشان ايه؟ قتل استشهد، يعني اعدام، عدم بهم. انا قلت لحضرتك النهارده تم اعدامهم، مش غدر، لا تم اعدامهم. الطريقه اللي تمت بتنفيذ بها هذه الفعل، انا بتساءل فين حقوق الانسان؟ طريقه سفله، طريقه قويه، طريقه فيها اجرام، يعني تحس ان اللي عمل كده ما عندوش لا قلب ولا روح ولا دين. يعني كان اول امس برضو، عشان برضو تناسق الاحداث برضو، او اول امبارح لما قالوا لنا ان هناك مجموعه من الاخوان او من الاسلاميين المساجين العربيه 36 واحد وبتاع، برضو تضربت الاقوال. ما هو برضو الرقم برضو كان كبير، والرقم افجعنا جميعا. وازاي وراكبين عربيه ترحيلات بتفكرنا بطلبه كليه الشرطه برضو اللي كانوا راكبين نفس السياره دي او نفس العربيه دي اما كانوا هنا في الاسماعيليه واتقتلوا او العربيه حصل لها خلل فني فوقعت عربيه فماتوا. ده يرجعني لكلامك ان احنا عندنا ارث خللي، ارث من زي ما يعني ورثنا كده حصاد فساد من الانظمه السابقه. التركه الفاسده اللي استلمناها، فاسده تقيله. يعني النهارده زي ما انت عارف العسكري يبقى مجند في اقصى الشمال وهو من اقاصي الجنوب، صرف نفسك وتعال، وصرف نفسك خد اجازه اسبوع وروح، لا حتى سالوا في جيبك ايه ولا هتركب ايه ولا بنشوفهم على الطرق بيشاوروا العرض منظر يعني لابد. هنا كلامي ده كله مقدمه لان انا بسال حضراتكم، الا يحن الاوان، ألم يأن الأوان إن احنا بقى يعني نغير وهذه الحوادث تتعلمنا إن احنا نصحح من أوضاعنا ونصحح من مناهجنا في التعامل مع بعضنا والحكومات والأشخاص، يبقى في طريقة آدمية في التعامل. ما هو دي يا علي أكيد يعني ان شاء الله الاحداث دي تخلص على خير، والقطارات غير مؤمنه، الاتوبيسات غير ادميه، وسائل النقل غير صالحه للاستهلاك الادمي والسلع. انا اقول لحضرتك حاجه، يعني زي ما حضرتك بتقول، هو انا ليه مثلا انا جندي من اسوان، ليه اروح يعني اجي اخدم في شمال سيناء؟
ليه ما هو ده الطريق ده المنوفيه معظم يعني الوفاة انا من المنية ما هو وفاة ما هو دي مثال. ما احنا عندنا كلنا مصر في حته واحده. انا ممكن انا في بلدي اخدم في بلدي وموجود في بلدي وقريب في من فكر بلدي قديم وفي مناهج يعني قديمه عايزين وليه نخلص. وليه هو وليه دي شباب سينا، ليه شباب سينا ما بيدخلوش الجيش؟ مثلا ليه ما ننزعش ما ندخلش فيهم الوطنيه؟ مثلا يعني صحيح. انما انت لو ما دخلتوش الجيش بالتالي انت نزعت منه الوطنيه لا ده تلقائيا أكتر من منذ كده. الصغر. الانظمه السابقه ما كانتش بتديله لا بطاقه شخصيه ولا رخصه عربيه ولا بطاقه تموين. فعلا كانوا بيتعاملوا معاهم. او النظام مهمشين. السابق ممثل في المخلوع مبارك وفترته الطويله العمياء والعرجاء بهدلت الناس دي فعلا. يعني نزعت من قلب. بقول لهم انا وطني مصري بدافع عن مصر في اوقات الحرب، بيقولوا لا ما انت يعني طب ده كلام عايز هو ينظر اليه بسرعه. انا واحد من الناس اللي ما حظيتش بشرف ان انا اكون واحد من، يعني ما اديتش ما خدمه خشيتش جيشك. عسكريه. لا احنا دخلنا والله يا سيدي وكان لنا منتهى الشرف كان نفسي والسعاده ان انا اكون وكابتن فعلا حماد. ولكن انا في اي وقت من الاوقات بتمنى انا اخويا مجند في الجيش في قوات الحرس الجمهوري. كنت اتمنى يعني من اللي ما بشوفه منه بتمنى ان انا اكون واحد زيه من اللي هو بيحكيه لي، من اللي انا معرفه. انا عارف ان هو في عيشه، في معاناه كبيره جدا ماليه ومعيشيه وصحيه ولكن هو بيحب مصر. طب بيروح بيحب مصر. بيروح. انا اقول لحضرتك ان هو يعني بلاش انا اقول في معاناه عشان حتى يروح يسافر. تمام. ولكن هو بيحب مصر. حاسس بواجبه، حاسس بدوره تجاه بلده. فالمفترض ان حاليا يعني سياده الفريق الاول عبد الفتاح السيسي ينظر نظره اخرى لسينا ويعيد ترتيب سينا ويعود ابناء سينا لوطنهم الحبيب مصر. والله احنا عايزين حاجات كتير وعايزين القياده السياسيه والتنفيذيه وعايزين البلد تمشي عشان نقدر نبني البلد صح. محتاجين بقى اللي يبنيها. بس احنا يعني نخلص الامور اللي يعني الاهم. يعني حمايه مصر دلوقتي اهم من كل الكلام اللي ممكن يعني اعتقد ان الحاجات دي كلها في المراحل اللي جايه ان شاء الله هتبقى ليها سهل ناس انها كتير هتتكلم فيها وسهل قوي انها تتحل. يعني انا في عيب واحد بس وزعلي اقول لحضرتك ان بعد ثوره 25 يناير كانت الناس كلها اسلوبها اتغير. قال لك احنا هنعيش بمبادئ الثوره. كنا موهومين ان الثوره يعني هي كانت ثوره وخلقت نظام. قلنا هنعيش بمبادئ الثوره. بعد شهر واحد رجعنا لحياتنا الاولانيه واسوأ. الرشاوى رجعت تاني، الواسطه رجعت تاني، الكذب والغش والخداع رجعت تاني. ما ده اللي دفع الناس لثوره جديده في 30 يونيو. لذلك احنا بنقول لاخواننا اللي اعترضوا على الثوره وما اتفقوش معاها ان كان حال البلد سيء وان البلد ما اتغيرتش. فما لكوش انك تزعلوا. ده انتوا برضو الخير هيجي لك وهيجي لي وهيجي لده وهيجي لده. يعني المفروض البلد بتاعتنا كلنا يعني ان شاء الله. وربنا يا رب يعني ياخد بايد مصر كده الى بر الامان وينقلها نقله كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بس اسمحوا لي معلش يعني لازم نخترق الظروف الصعبه ونتكلم عن الظروف الخاصه بموضوعنا النهارده في اروقه النادي المصري. لان برضو النادي المصري كان احد ضحايا اللي حاصل في مصر كلها. وخلال الايام الماضيه يعني سلسله لهذه الاحداث. كان في قرار اولا كابتن حمام حضرتك موجود النهارده بناء على ما وصل لينا والقرار اللي اتخذ بشان تعيين الكابتن صبري المنياوي وحضرتك كجهاز فني للنادي المصري. مين اللي اتكلم معاكم؟ حقيقه الموضوع ده ايه؟ صح ولا غلط؟ كلمنا عن هذا الامر. يعني بص يا تعليبي، يعني في البدايه طبعا يشرفني ويعني دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي ان يبقى اسمي من ضمن الترشيحات اللي موجوده في الجهاز الجديد للنادي المصري. النادي المصري قامه كبيره ونادي كبير، وشرف لاي مدرب ينتمي سواء للنادي المصري او لاي نادي من انديه مصر انه يكون ضمن الجهاز الفني للنادي المصري وجماهير النادي المصري. دي حاجه طبعا تسعدني جدا وتشرفني. الحاجه الثانيه يمكن حضرتك في بدايه الكلام قلت لغايه حتى الان يعني حتى وقتنا هذا ده كلام يمكن انا الكابتن صبري هو اللي بلغني بالكلام ده. انما لغايه الان يعني لغايه الان يمكن لكن ما فيش ورق رسمي. لا ما فيش ورق رسمي لغايه ما فيش اتفاق على مبالغ، اتفاق على شروط. لا الحاجات دي كلها اوكي مع كابتن صبري. مع كابتن صبري وهي منتهيه يعني من كلامه ليا وبتاع ده ان الحاجات دي كلها منتهيه. وكابتن صبري اتكلم مع الاستاذ ياسر يحيى
اللي هو نائب الرئيس والقائم باعمال رئيس النادي. تمام. واتفقوا على كل حاجه، واتفقوا ان كمان بدايه فتره الاعداد يوم السبت السبت الجاي. يعني ده الكلام اللي انا يعني بلغني بيه الكابتن صبري. ايه المعلومات اللي توفرت ليك عن الناحيه الفنيه او لاعبي النادي المصري؟ انت كمدرب عام دلوقتي هتشتغل من يوم السبت ان شاء الله، تعرف ايه عنهم؟ مين الموجود؟ الاعارات، التعاقدات؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، طلباتكم ايه عشان تكونوا فرقه؟ الحاجات دي كلها يعني لازم تبقى حاجه رسميه في البدايه عشان نقدر نتكلم فيها. يعني لازم تبقى في عقود رسميه اتمضت، وانما يعني انا بقول لحضرتك الموضوع شبه منتهي. يعني ده اللي بلغني بيه الكابتن صبري. طبعا في لعيبه كتيره من النادي المصري احنا عارفينها، ومن خلال متابعتنا طبعا يعني طبعا معروفه حاجه مستخبيه. يعني كل الاعارات اللي كانت موجوده كلها رجعت وكلها هتبقى موجوده. في طبعا لعيبه من بره هتيجي تاني، وفي لعيبه من داخل بورسعيد هتبقى موجوده برضو، اللي هي كانت برضو في انديه تانية وعقدها خلص او انتهى العقد بتاعها. انما زي ما بقول لحضرتك الحاجات دي كلها هتبقى يعني بعد ما تبقى في حاجه رسميه وشغل رسمي، عشان ما نقدرش نتكلم في حاجه طيب دماغكم ايه فنيا؟ ايه المراحل اللي هتشتغلوها او هتنفذوها في حاله الاتفاقات الاداريه وانهاء كل الكلام ده؟ يعني ناويين تعملوا ايه للفرقه؟ عشان برضو جمهورها وناسها عايزين يعرفوا ايه دماغ صبري المنياوي وحمام ابراهيم في انهم يعملوا كيان. يعني طبعا انا بقول لحضرتك كل اللعيبه اللي كانت موجوده المحفوظه ليكوا دي محفوظه طبعا لينا، ولاعيبه كويسه ولاعيبه على مستوى عالي جدا. يمكن النادي المصري اتظلم طبعا في الموضوع بتاع استاد بورسعيد. واللعيبه اللي كانت موجوده يمكن كلنا كنا شايفينها وبيقدموا عروض جميله جدا كانت في الفتره اللي قبل الاحداث دي. فطبعا التيم موجود، يعني الكيان بتاع النادي المصري او الهيكل الرئيسي بتاعه موجود. ممكن يبقى فيه محتاج لعيبه من بره، لعيبه يعني 5-6 لعيبه مثلا او حاجه، اضافات او تدعيم للناس اللي موجوده هتبقى موجوده. يعني انا بس بقول لحضرتك ان يعني لازم تبقى الحاجات دي كلها على ارض الواقع، على في الملعب، والحاجات دي كلها يعني فيها تفكير طبعا من طيب كابتن ايمن، انت الناس عارفه وانا طبعا بشكل شخصي عارف عشان اقول للساده المشاهدين ان ايمن عيد من المقربين قوي والمقيمين بشكل دائم في أروقة النادي المصري، المتابعين المهتمين رياضيا بقضايا النادي المصري كإعلامي وصحفي رياضي. خلال كام يوم اللي فاتوا كلام دلوقتي اللي بيقوله كابتن حمام واللي انا بقوله ان كله بيتكلم حتى اشعار اخر، كل واحد فينا قاعد بيتكلم حتى الان. ال 24 ساعه اللي فاتوا دول كلهم من عمر النادي المصري وجماهيره ومشجعيه شهدوا متغيرات كتير جدا. الى اين وصلت تلك المتغيرات؟ ايه اهم القرارات؟ الناس دي الكلام اللي اتقال لها ده يعني انت شايف انه شكل رسمي ونهائي ولا في متغيرات؟ لان كان كل يوم بكلام. قول لي يعني ايه اللي حصل؟ المحافظ قعد مع مين؟ ما قعدش مع مين؟ اتفق على ايه؟ رفض ايه؟ فك فعلا الحصار على الفلوس الخاصه وحسابات النادي المصري ولا لا؟ يعني طمن الناس كده وسمعنا ايه اللي حصل. والله في البدايه يا استاذ علي النادي المصري بيعيش فتره صعبه جدا، فترة لابد ان الجميع يتكاتف من اجل نهوض النادي المصري. النادي المصري قوة لا يستهان بها في خريطة الكرة المصرية. تمام، دي حقيقة ومحدش يقدر ينكرها. تمام. قوي بجماهيره، قوي باللاعبين بتاعته، قوي بمجلس الإدارة بتاعته ايا كان مع اختلاف الاسماء بتكون هو تاريخ كيان، هو تاريخ شرف كبير جدا لاي شخص انه يكون متواجد داخل مجلس اداره النادي المصري. الايام اللي فاتت دي كانت تشهد احداث متغيره بشكل سريع جدا. الخبر كنا بنتابع الخبر خلاص وتم التاكيد عليه، بعد كده يتم التراجع. انا بشوف من كده ان اداره النادي المصري في ظروف صعبه جدا، ظروف مش قادره ان اتخاذ القرار في هذا الوضع الموقف. لازم يكون متأكد منه 100% مش 100%. واتخاذ القرار ده بيحتم عليه ان هو يفكر كذا مرة ويراجع نفسه ويسأل ويعمل تليفونات، لان الفترة دي فترة صعبة جدا لم يشهدها تاريخ النادي المصري منذ سنين. عايزك تقول ليه؟ لان انا بحب رأيك قوي، وكان كابتن حمام احنا قبل الهوا
كنا بنتكلم في ان ليه النادي المصري مر بالكلام اللي انت قلته ده كله، لان ما عاد يعني النادي المصري تعود على الرجل الاوحد في الاداره، تمام. اللي هو صاحب القرار. يعني كامل ابو علي يمكن البرادعي قالت كامل ابو علي يعني جه في الوقت القاتل ونط من السفينه. هو يمكن سيد كامل ابو علي ليه كل احترامه، ولكن هو يمكن ما نطش من السفينه. هو الراجل شاف ان يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، بس مش في التوقيت ده. ما علينا ما علينا. يعني هو كل يعني. واحد عارف قدر نفسه. انا تمام. عارف قدر نفسي، حضرتك عارف، يعني كل واحد بيؤمن تمام. بهذا الامر. تمام. هو ده حريه شخصيه بس ليه. الارباك ده الا ترى انه وهو متسبب فيه؟ لا الازمات دي بتصنع معادن الرجال. تمام. الازمات دي بتصنع، وانا اوافقك على هذا الراي. اتفضل. فبالتالي انا شايف من يوم الخميس الماضي كان تقدم عضو مجلس اداره النادي المصري المهندس حسن شلبي باستقاله مسببه لمحافظ بورسعيد تشمل حوالي 14 بند، من يعني اعتراضا على بعض الامور داخل اداره النادي المصري اللي قدرنا نحاول نعرف. هو قيد 18 لاعب في القائمه الاولى للنادي المصري، واعتراضه على قيد عبد العزيز توفيق وايمن سعيد، ان دول يعني ما وقفوش جنب النادي في محنته الفتره اللي فاتت دي بعد وقوع المأساة الإنسانية مش الرياضية، المأساة الإنسانية في حادثة الاستاد بورسعيد. وما وقفوش وأهانوا البلد. كان المفترض النادي المصري يستغنى عنهم بالمجان يعني، أو يسيبهم ما يتمش قيدهم. كذلك قيد الياسو المهاجم المالي اللي هرب للعروبة السعودي، ده كان اعتراضه على القائمة، ان كمان ان انت بعد ما يتم قيده في سجلات اتحاد الكوره هتضطر ان انت تدفع له مقدمات، فبالتالي ده انت هتكلف خزينه النادي مبالغ كبيره. ده كان واحد من الاعتراضات. كذلك الاعتراض على اسم المدير الفني او ترشيحه لاسم طه بصري كمدير فني للنادي المصري. ده الترشيح ده كان في الاجتماع اللي قبل التقديم للاستقاله بكام يوم. كمان هو بعد ما قدم الاستقاله دي اعتراضا كمان على اسم مدير قطاع الناشئين قدم الاستقاله. فبالتالي بعد الاحداث اللي شهدتها البلاد يوم الجمعه الماضيه، ال 48 ساعه اللي فاتوا دول كانت مفاجاه جدا. فاجئ مجلس اداره النادي المصري الجميع وغير اسم المدير الفني من الكابتن طارق سليمان للكابتن صبري المنياوي، وكانت مفاجاه لان الشارع كله كان منتظر طارق سليمان هو يكون مدير فني في بورسعيد. ولكن الاسباب المعلومة لتغيير كابتن طارق سليمان أسباب داخلية رفض مجلس إدارة النادي المصري الإفصاح عنها. يمكن أنا أعرف جزء منها، ولكن للأمانة الإعلامية والمهنية ما ينفعش أن أنا أصرح بها. ولكن طبعا مجلس إدارة النادي المصري بيقدر القيمة الفنية والإدارية للكابتن طارق سليمان. طيب أستأذنك بس ناخد هذه المداخلة التليفونية المهمة من المهندس علي الفقي المتحدث الرسمي باسم الجمعية العمومية للنادي المصري. باشمهندس علي برحب بحضرتك معانا. باشمهندس علي الفقي برحب بيك. سامعنا يا باشمهندس؟ ايوه يا فندم. برحب بحضرتك باشمهندس علي. اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ اهلا بك. كل سنه وانت طيب. باشمهندس يعني احداث سريعه ومتلاحقه وغريبه، والجمعيه العموميه كانت منتظره الكره التي القيت في ملعبها من حيث يعني انها تبدي رايها في مشاركه النادي المصري في المسابقه ولا لا، بعد اعلان المحافظ بورسعيد هذا الكلام. وبعدين الكرة يبدو انها عادت مرة تانية الى ملعب المحافظ ومجلس الادارة بعد حالة التفاهم اللي حصلت بين مجلس الادارة والمحافظ والاقتناع بالاستمرارية بالادارة في النادي المصري بناء على توفير بعض الامكانيات من جانب المحافظ لهم. يعني الكرة ما بين هنا وهناك، النادي هيلعب مش هيلعب، القوام الفرقه اكتمل ما اكتملش. كابتن صبري المنياوي على فكره معايا الان على الهوا، كابتن حمام ابراهيم المدرب العام اللي تم الاتفاق معاه من قبل مجلس الاداره الحالي، هو الاستاذ ايمن عيد الصحفي. يعني هيشارك مش هيشارك، الجهاز الفني ده خلاص استقروا عليه ما استقرتوش عليه. رؤيه الجمعيه العموميه لتلك الاحداث والمتغيرات السريعه في النادي المصري. والله يا فندم يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يعني احنا بقالنا بتاع يومين او ثلاثه او اكتر كان في مشاورات، هل ندعم الناس، هل نعمل ايه، نسوي ايه. كل واحد كان بيدي رايه حسب وجهه نظره بحيث ان النادي المصري ما يتعثرش في المرحله اللي هو فيها ده. تمام. بس الملاحظ ان الجميع بيدور على نفسه الاول، يعني ما بيتقبلش الاخر.
اللي جوه واللي بره ما بيتقبلش الاخر. انا شايف ان العمليه لو سياده المحافظ، القرار في سياده المحافظ دلوقتي قرار اللي هو يشوف الصالح العام بعيدا عن اراء ده واراء ده واراء ده، وصالح النادي المصري قبل كل شيء. خد بال حضرتك الجمعيه العموميه نفسها مختلفه، في اللي بيقول لك نلعب وفي اللي بيقول لك ما بنلعبش، وفي اللي وجهه نظره صح وفي اللي وجهه نظره غلط. ما انت ممكن تلعب يحصل مشاكل، ممكن ما تلعبش يحصل مشاكل اكتر. الامور كلها مبهمه. طيب فلازم يكون قرار حاسم في هذا الامر. طب يا كابتن يا باشمهندس علي، حضرتك مش شايف ان يعني الفصل في هذا الامر الرجوع للجمعيه العموميه بعدد الاصوات الموافقه على سواء اللعب او عدم اللعب، يعني بنسبه اقتراع، هي دي اللي تحدد الكلام ده وتقفل على الصفحه دي؟ تمام. طيب تمام. ايه المشكله؟ ليه ما اتخذتوا يعني ما دوستوش على الحته دي مع الاداره التنفيذيه، المحافظ والشباب والرياضه ومجلس الاداره عشان تنهوها؟ وكان ده مطلب مجلس الاداره برضه. عشان حضرتك تعمل دعوه لجمعيه عموميه غير عاديه جمعيه طارئه محتاج اجراءات على الاقل 45 يوم عشان تبقى اجراءات رسميه. يكون الدوري اتلعب ويكون انت لسه ما جبتش لعيبه وتكون عمليه خلاص بقى. طب ما الكلام كان من بدري يا استاذ علي. ده انت فاضل شهر على انت المفروض النهارده تكون بتتدرب، المفروض اللعيبه يكونوا بيتدربوا. صح؟ لسه هعمل جماعه بعد 45 يوم عشان نشوف نلعب ولا ما نلعبش. طيب اذا انت بتجزم ان المحافظ الصوره عنده متلخبطه ما بين، لان الناس اساسا ملخبطين، بتجيله معلومات بين مؤيد ومعارض، وفي لخبيط، ناس عايزه وناس مش عايزه. خد بال حضرتك، وهو معذور في هذا الشأن. معذور يعني ازاي؟ هو يعني عذره يجي في ايه؟ عايز اتفهم الصوره. العذر ان هو مش ملم بالنادي المصري، صح؟ وكل واحد بنقول له الصوره حسب رايه. انت عارف حضرتك ان هو كمان في الظروف حاليا الصبح في اتباع سواء امني سواء سياسي سواء سكني سواء ايوه الامور زي ما انت شايفها متلخبطه، وجاي الموضوع ده دلوقتي مش اخد حتى راحته ان هو يشوف ده الراي الصح وده الراي الغلط. ايوه يعني ممكن يعني اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يعني واحنا قاعدين معاه كان واحد كل فيه راي مختلف عن الثاني. يعني المهم بيصبوا في مصلحه النادي. مجلس الاداره اما بيقعد مع سياده المحافظ كل واحد فيهم راي. واخد بال حضرتك؟ فعشان كده بقول لك دي الخطوره ان ما فيش اتفاق عام. يعني طيب اذا كان في مشاكل، اذا كان في ده كله ورانا بس. طب بقول لك يا باشمهندس علي، وبعد كده بقى نختلف مع بعض. بقول لحضرتك ايه؟ بس نعدي المرحله دي. خلينا نتفق على حاجه، وبرضه عايز اسمع راي حضرتك فيها كممثل الجمعيه العموميه، وايضا ده مطروح على الضيوف اللي موجودين معايا. هيجرى ايه لو المحافظ اوكل اداره النادي المصري بقرار من وزير الرياضه كابتن طاهر ابو زيد والمحافظ لشخصيه بورسعيديه قوميه تقدر تقود وتقدر تمشي، تبقى محبوبه في مجلس الاداره ومحبوبه لدى الجماهير، عندها قدره ماليه، عندها قدره اقناعيه شخصيه، وبورسعيد ما اعتقدش نضوت يعني بورسعيد ولاده. ايه المشكله ان يعني بديل لكامل ابو علي؟ حضرتك على حاجه؟ اتفضل. رايي الشخصي وكان يكون غلط يكون صح. لو الشخصيه اللي تيجي دي ويرضى عنها الجميع ويكون شخصيه محبوبه من الجميع ويبقى القائد في الفتره دي 90% من الحل. الله، طب وايه المشكله؟ طب وليه لا؟ طب فين الشخصيه دي؟ يعني بورسعيد ما خلصتش يا باشمهندس علي، في شخصيات كتير، في عيله الفقي فيها ناس، وفي عيله يعني الناس تعرف على اساس الشخصيه دي. فين الشخصيه دي؟ انا اعرف ناس كتير، بس انا اعرف اذا 10 ال10 هيقول لك لا مش هنخش. طيب الحل المبدئي ايه؟ الحل المؤقت السريع ايه؟ انت قلت لي لابد ان يتنازل الاطراف في مجلس الاداره تنازلوا شويه ولمصلحه النادي. طب لو ما فيش تنازلات وفي تشدد؟ لا لازم الشخصيه دي نمره واحد، الشخصيه اللي حضرتك بتقول عليها دي. وانا ارجح لو يقدر يرجع مستر كامل نقول له ارجع بس لغايه اول دوره وامشي، لان هو ملم بالموضوع اصلا. يعني في البيت جوه ايده في المواضيع، ايده في العقود، ايده مع مجلس الاداره، ايده مع الميزانيه، ايده. تعالى اعبر لي الكوبري ده لغايه الطفه الثانيه وبعد كده يا عم امشي. تمام. تكون الامور استقرت. هو يعني ده الحل. لكن بالمنظر العام اللي شايفه انا جالي حاله يأس من امبارح بصراحه بالليل بعد ما عرفت ان في اختلافات. يعني حضرتك شايف ان اقناع المحافظ لكامل ابو علي بالعوده
لاداره الفتره حل- وتظبيط الاوضاع هو ده الحل الامثل. حل شفاء. وعم بعد ما تعدينا الضفه الجايه وجهز الفرقه، وسواء لعبنا ما لعبناش هنشوف بقى من الساحه والامور الامنيه والامور السياسيه والامور الرياضيه. هل امكانيه نلعب ولا ما نلعبش؟ بالعقل كده وبالهدوء. هي مش فتوانه. لا هلعب. طب الله، طب نتائج ايه؟ لا مش هلعب. طب نتائج ايه؟ كل يقعد ويشوف الصالح العام والاراء الاكثر هي اللي تمشي حسب الامور اللي تمشي. طب الازمه الماليه، انت شايف الازمه، في ازمه ماليه ولا مفيش ازمه ماليه كجمعيه عموميه شايفها؟ لا في ازمه ماليه طبعا. في ازمه ماليه طبعا، لان انت مرتبط بعقود بمليون من مليون. حلها يجي من خلال حلها يجي من خلال دعم الحكومه، دعم المحافظه، ولا برجل اعمال؟ دعم المحافظ مستر كامل. ما انا من ضمن الاسباب انا بقول لك يا حضرتك وانا بتكلم، مستر كامل هيجي عارف العقود ايه، عارف اللعيبه ايه. طب ما كامل رافض إيه؟ ما هو مستر كامل رافض يا حاج علي. نعم مستر كامل رافض يا باشمهندس علي، رافض واعلن اعلن. هو طيب على اي حال، على اي حال اكمل لحضرتك بس. اتفضل. يبقى هو بعد اللي عمله ده كله يجي في الوقت الصح اللي النادي عايزه فيه وبيهرب. انا بعد لو كان بيقول لك بيهرب وش يهرب، لا هو في الاول كان عامل شغل، والقضيه والمحكمه ورجوع النادي كان شغال شغل 10 على 10. في الوقت ده الازمه اللي احنا فيها دي واللي هو شايفها وحافظها كويس جدا وعنده كل معلومه عن اللي بيحصل دلوقتي، اما يمشي دلوقتي يبقى هو فعلا زي ما الناس كانت بتقول الاول، انا بقول معاهم بينط من المركب. بايه؟ بينط من المركب. بينط من المركب. بشكرك شكرا جزيلا الباشمهندس علي الفقي، المتحدث الرسمي باسم الجمعيه العموميه. الكلام انا مش عايز اوجه لك السؤال عشان ما احطكش في حرج. اقول لحضرتك حاجه يعني انا مش عايز احطك في حرج، بس اتفضل. يعني اتفضل يا كابتن حماد. بس انا الكلام اللي بيقوله طبعا الباشمهندس علي ده كلام محترم جدا طبعا. ده اللي المفروض يكون في كل الانديه مش النادي المصري. ده مش عايزه كلام، مش عايزه كلام يعني ده بصراحه راجل يعني محترم جدا وكلامه كله محترم يعني ولازم يتسمع للكلام العقل. يعني ايمن، يعني مع احترامي وتقديري الشديد، واعتقد انك تتفق معايا في الراي، وطبعا كابتن حمام مؤكد يتفق معانا في الراي، لشخصيه وطبيعه وقوميه الاستاذ كامل ابو علي. يعني الموضوع فعلا لا يحل الا بعوده كامل ابو علي ولو لفتره مؤقته ويعلنها لاداره وتلميم المشاكل والجراح، وحط النادي على طريق صح، وحتى الناس تبقى عارفه، الجمعيه العموميه تبقى عارفه ان هو جاي لفتره مؤقته يظبط فيها اوضاع النادي اللي الناس يعني مش معقول كله نادي يعني برأه ربنا من فوق 7 سماوات وبرأ ابنائه من فوق 7 سماوات من اتهام. منتظرين البراءه ان شاء الله، وان شاء الله الباقي على براءه باذن الله. ولكن ما فيش حل غير كده دلوقتي، والا ستتفاقم المشكلات. معايا ولا مش معايا؟ انا مع حضرتك طبعا في كل الكلام دوت، ولكن برضه هكمل لحضرتك حديثي من قبل ما الحاج علي الفقي يدخل. وطبعا كل الاحترام لكلامه، ان يعني طبعا كلام يحترم، ولابد ان احنا كلنا نسمع الاراء ده، ويكون عندنا الاختلاف في الراي والاتفاق على الراي. دي هتكون حاجه داعمه اساسيه للحديث بتاعنا ان شاء الله خلال الفتره المقبله. كل ده بيرجع للمصلحه العامه للنادي المصري. ولكن اقول لحضرتك ان ليه المحافظ اخذ قرار بتجميد ارصده النادي المصري في البنوك؟ ما هو خلاص فكها، هو كان قرار. سبب القرار ايه؟ هو قرار من مديريه الشباب والرياضه. مجلس اداره المصري اكيد طلب دعم من سياده المحافظ. تمام. ولكن هذا الاجراء اجراء احترازي من مديريه الشباب والرياضه والمحافظه لمعرفه ارصده البنوك في النادي المصري ايه، يعني كجهه تنفيذيه لها الحق بالظبط كده. ولكن اعضاء النادي المصري اعترضوا على قرار التجميد. هم شافوا ان هم يعني تشويه للسمعه الماليه والذمه الماليه ليهم كمجلس اداره. لا هم كلهم ناس محترمين وعلى خلق وقدرهم عالي جدا. تمام. محدش يقدر يتشكك فيهم. هم ناس ماليين اساسا. شيء تاني اخر، ان هم لما نمى لعلمهم ان في تحضيرات بتكون للجنه حكماء رفضوا الموضوع دوت. ولكن هو كان التحضير كله لدمج المجلس ببعض العناصر الجديده كلها لخدمه النادي المصري. اعضاء الجمعيه العموميه اللي كان دورهم ايه بقى مجلس الاداره لما سمع بان في دمج او في ناس جايه لهم؟ هو تقبلوهم ولا لا؟ اولا رفضوا لفكره لجنه حكماء او لجنه تنميه موارد. رفضوا الموضوع ده يعني هم بعد ما قدموا استقاله جماعيه بصراحه عندهم حق. ما هو ما ينفعش في وجود مجلس اداره. وانا بالتالي هو كشخصيه يعني اداريه رفضوا وجود يعني لجنه حكماء او لجنه تنميه موارد، لان هم اللي موجودين حاليا في المركب.
تمام. واللي موجودين حاليا بيقودوا وتحملوا في ظروف صعبه جميعهم يعني. في ظل هذه الظروف فراحوا طبعا للمحافظ، قدموا له كل ما يعني اللي كان بيخفي على الجميع كاعضاء جمعيه عموميه، كويس. كعلينا احنا كاعلاميين. هقول لحضرتك ان المعلومه في داخل مجلس اداره النادي المصري او حاجه بنحصل عليها بصعوبه. يعني احنا مش بس المعلومه، ده احنا كمان حتى الضيف. يعني انا برضو عايز اوجه رساله هنا لمحبي وعشاق النادي المصري واداره النادي المصري ومجلس ادارته والجهاز الاداري والجهاز الفني والجماهير والتراس النادي المصري، ان احنا ده برنامجكم ودي قناتكم القانونيه الرسميه بتاعه النادي المصري، واي تعبير او اي تنفيذ عن اي قضيه مش هيبقى بشكل منطقي الا من خلال هذا البرنامج. عشان كده انا بوجه دعوه لحضراتكم، ساعدونا، اتفضلوا تعالوا، اللي عنده حاجه يجي، بلاش حته انا هسافر لسه هروح اسماعيليه، اصل انا مش فاضي، اصل مشاغلي، اصل ظروفي. لا، ده دور ومحتم يعني ده واجب جهادي. ده انت من اجل النادي المصري، من اجل بورسعيد، من اجل القلعه الخضراء. تعالى ساعد بوقتك، ساعد بمالك، ساعد بما تملك من معلومه، من تعالى قول، عشان الناس تعرف النادي المصري الى اين تتجه مسيرته، رايح فين. النادي المصري شكله ايه النهارده؟ مش نصل الى هذا الحد عندما نتصل باحد من الاحباء او الزملاء اعضاء مجلس اداره او الاداريين او الاعلاميين او المرتبطين ارتباط وثيق بالنادي المصري، كله يتخلى وكله يتململ وكله يتهرش وكله عنده ظروف وعنده اوجاع، مش هينفع. طب هنشتغل ازاي؟ اروح اجيب ناس من الترسانه تتكلم عن النادي المصري؟ اروح اجيب ناس من المحله تتكلم عن النادي المصري؟ اتي بمن يتحدث عن النادي المصري ما لم يتحدث ابناء النادي المصري عنه. انا معروف لكم وانتم معروفين لدي. ان كنا يعني هنتفق في مسيره اعلام شريف نظيف واضح بالنسبه للنادي المصري، يعني يقوي من النادي المصري، يرسخ من قيمه النادي المصري، يعلو من شان النادي المصري، ويعمل النادي المصري قيمه، فلنتحد سويا ان نتبادل المعلومه وتيجي الشخصيات الممثله الحقيقيه للنادي المصري. مش معقوله حتى التليفون نضرب التليفون محدش عايز يرد. طب بمن ناتي؟ انا بوجه تحيه مره ثانيه وثالثه للكابتن حمام ابراهيم اللي قبل ان ياتي قبل ان يتولى، قال يعني مجرد ان قالوا له هتروح قال ماشي، وجه يتكلم عن النادي المصري ورؤيته الفنيه للنادي المصري. وتحيه ايضا للمحترم الاستاذ ايمن عيد في ظل هذه الظروف، قال ده عشق الاول والاخير النادي المصري، وكل ما اعلمه من معلومات وعندي من قناعات لازم اقوله لجماهير النادي المصري. فارجو احبائي واخواتي واصدقائي مشجعي ومرتبط النادي المصري ما يبخلوش علينا وما يضنوش علينا بساعة واحدة في الأسبوع نتكلم فيها بصدق وبشفافية عن النادي من أجل إصدهاره وليس شيء آخر. أنا أظن أن المفترض أن اللجنة الإعلامية أو يكون في لجنة إعلامية خاصة تبع النادي المصري وتفعيل دور الموقع الرسمي للنادي المصري خلال الأيام المقبلة. حتى أنا مش شرط أن أنا ممكن عشان أحصل على معلومة أتصل بالمصدر ذات نفسه، ممكن أتصل بالمسؤول عن مركز إعلام النادي المصري. مش عيب اللي هو محسن شتا يعني حفظه الله وربنا يبارك فيه، المفروض يكون هو عنده ما بيقللش من قيمتي كواحد من متابع الأخبار، ولكن أنا برفع الحرج، وكمان دي معلومة هتكون جاية لي سهلة. كمان هكمل لحضرتك ما كنا بنتكلم يعني حتى المحافظة، معلش أنا برضه يعني بس عشان الناس تبقى عارفة، أنا حتى السيد المحافظ الذي يعيش في مشكلات النادي المصري ليلا ونهار عندما نحاول الاتصال به لا يرد، وتعليمات المجلس لجهاز العلاقات العامة محدش كلم. طب هنطلع نقول ايه للناس؟ انا مش عايز ارفع البرنامج اقول يعلق حتى ناتي بمعلومات او ناتي بضيوف، ولكن ما اقدرش لان انا عاشق للنادي المصري وكلنا عشاق للنادي المصري، فلابد من المعاونه. يعني ما جراش حاجه لما المحافظ يكلمني نقول ايوه انا عملت اجتماع قالوا لي فيه كذا كذا كذا، لما الكلام من لسان المحافظ يبقى كله ثقه لانه هبقى خارج من المصدر الاول. اما عضو مجلس اداره او وكيل النادي المصري الان او القائم بالاعمال يتكلم هناك مصداقيه، لكن يا جماعه ما ينفعش. اتفضل يا سيد. المحافظ ربنا يكون في عونه، اعضاء مجلس الاداره ربنا يكون في عونهم. ولكن يمكن تفتكر حضرتك من حلقتين انا قلت لحضرتك ان احنا محتاجين حد يكون مستشار رياضي لسياده المحافظ، ده هيرفع عنه العبء الكبير جدا من الاجتماعات اللي بتجرى مع مجلس اداره والشخصيات الجمعيه العموميه، وده كان الغرض من الاقتراح ده. ويا ريت سياده المحافظ لو كان سمعنا او حد من العلاقات العامه يكون سامع يوصل المقترح ده لسياده المحافظ، يرفع عنه الحرج، وبالتالي المسؤول ده هيجتمع معايا. مش تمام يعني
مش ماشي، شرط يعني إن- يمكن الايام اللي جايه تشهد هذا الكلام. بس انا معايا دلوقتي مداخله تليفونيه من الاستاذ محمد الخولي عضو مجلس الاداره. استاذ محمد برحب بيك. اهلا وسهلا استاذ علي. كل سنه طيب. برحب بيك، اخبارك ايه؟ كل سنه طيب. الحمد لله والله الحمد ربنا لله. يبارك فيك. استاذ محمد، قعدتوا مع المحافظ، كان في تعديل لقرارات اهمها العوده عن الاستقاله الجماعيه، فك الحظر على ارصده النادي المصري. معي الان في الاستوديو كابتن حمام ابراهيم المدرب العام، الى جانب الكابتن صبري المنياوي، ومعي ايضا الاستاذ ايمن عيد. الكلام عن لملمه مشكلات النادي المصري خلال المرحله القادمه بعد رحيل او مغادره الكابتن او الاستاذ كامل ابو علي على النادي. هل هناك مشكلات ما زالت قائمه بمجلس الاداره بعضه بعض؟ هل تقدروا خلال الفتره الجايه يعني نلملم هذه المشكلات، ومش عايز اقول جراحات، هذه المشكلات عشان نقدر نقف بالنادي ويشتغل والفرقه تنزل تتدرب من يوم السبت بشكل كويس، ولا لسه الامور فيها مشكلات؟ انا في البدايه طبعا بسلم على كابتن صبري وعلى كابتن حمام وعلى الاستاذ ايمن، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وبالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتكلمني فيه، طبعا احنا كان في اجتماع امبارح مع سياده المحافظ، والحمد لله يعني الاجتماع كان اساسه قايم على الحب وعلى يعني فتحنا قلوبنا لبعض، يعني تمام. سواء المجلس او المحافظ، واي خلافات كانت موجوده الحمد لله ما عادش في خلافات دلوقتي. خير. ان شاء الله الفرقه تنزل الملعب ان شاء الله يوم السبت بقياده كابتن صبري وكابتن حمام وكابتن سيف داوود. ما فيش اي مشكلات، احنا فضينا اي مشكله كانت موجوده قبل كده الحمد لله، بقلوب مخلصه وقلوب خايفه على النادي المصري وقلوب بتحب بورسعيد. كل حاجه انتهت الحمد لله بالعكس. طب ده على فكره مكالمه ريحت لنا قلوبنا. لا والله انا من اول حلقه قاعد انا وضيوفي زعلانين، يعني هي خلاص العمليه تسود قدامنا كده ولا ايه؟ يعني خلاص انا اعرفكم كويس جدا وكلنا عارفينكم، عندكم وطنيه وعندكم حب وغيره على النادي وتشيلوه. طب ايه المشكله؟ هو لما كامل ابو علي مشي النادي يقع؟ لا طبعا دي بلدنا. بص، النادي المصري عمره ما يقع، والنادي المصري مع احترام الاستاذ كامل مش هننكر اللي عمله الاستاذ كامل في الفتره اللي كان موجود فيها والظروف اللي احنا فيها دلوقتي، مش هننكر كل الكلام ده، بس احنا يعني مستحيل نستغنى عن النادي المصري وفي ظهر النادي المصري، سواء احنا جوه، مش موضوع احنا اعضاء مجلس اداره او مش اعضاء، سواء احنا موجودين جوه النادي المصري او بره النادي المصري. انت عارف كويس جدا يا استاذ علي، وانت ادرى مني بالموضوع ده. النادي المصري جوه قلب كل واحد بورسعيدي طبعا. مش بس والنبي يا شيخ، انا عملت ندى دلوقتي اتمنى ان يوصل لك. يعني احنا بنجد صعوبه بالغه يعني وبعد مناهدات في ان احنا نصل الى معلومه او نستخدم ضيف له تاثير وله قيمه، عشان ما يحصلش فيه لبخ وعك نجيب حد غريب، يعني عشان حد يوافق يجي معانا. ارجو تبادل المنفعه وتبادل العمل، عشان احنا اساسا البرنامج ده بتاع النادي المصري، فصعب ان انا اجيب حد من الترسانه او من بلديه المحله يتكلم عن النادي المصري. عايز يعني يبقى في تبادل بيننا عشان نزهر وننمي النادي المصري. احنا تحت امرك، ربنا يخليك يا محترم. وطبعا انا بشكرك على وقفتك جنب النادي المصري. ده واجب علينا يا استاذ محمد. انت حبيب وفاضل واخ فاضل لنا جميعا. انا ممكن حتى اوجه سؤال للاستاذ محمد. انا الحقيقه عندي. اتفضل ايمن عايز اقول لك حاجه عشان قدامنا دقيقه. استاذ محمد، انا يعني ايه هنزع عنك السلطه بتاعتك انت كعضو مجلس اداره النادي المصري، ولكن هسالك سؤال واحد بس. شعورك ايه ان شاء الله وانت هتشوف فرقه النادي المصري كواحد من مشجعين النادي المصري؟ مش هقول لك اكتر من حاجه. انا بنام وبحلم دلوقتي وبستنى يوم السبت عشان نجمع جمهور بورسعيد عشان يشوف لعبته ويشوف جهازه الفني هو ده المطلوب. مش هقول لك اكتر من كده يعني. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. من حسابك الاسبوع الجاي تبقى معايا باذن الله. انا تحت امرك يا استاذ علي. ربنا يخليك يا استاذ محمد. شكرا جزيلا لك. شكرا. الكلام ده صعب عليك يا كابتن حمام. طبعا يعني جاي لك ناس يعني مدرجات نادي المريخ هتمتلئ عن بكره ابيها، هتمتلئ على الاخر. كله عايز ينزل يتفرج وعايزين يشوفوا بقى. وادي عضو مجلس الاداره المحترم محمد الخولي وادي ايمن، يعني مؤشرات وبتقول لك ان الناس التمرين عندهم هتبقى مباراه. النادي المصري زي ما قلت لحضرتك يا استاذ علي يعني قيمه كبيره جدا، واتمنى ان اي خلافات تبقى موجوده يعني نحط النادي المصري قدامنا وده هو الاهم يعني ان شاء الله يعني. طيب هو بالكلام الجميل دون كان نفسي الحلقه فعلا تنتهي ببشرى وبشكل جميل، لان كانت بادئه صعبه يعني.
يعني نتمنى طبعا الحمد لله كلام محمد الخولي عضو مجلس هو الاداره. انا بس عايز اودو او اشير لهم بشيء، ان لابد ان يتم الاتصال بمسؤولي نادي المريخ ورئيس النادي القائم مؤكد. بالاعمال كابتن مرسي سرحان، لان كنت بتصل بيه من قبل الحلقه إيه؟ علشان نشوف اذا كان هو عندهم وقت. طبعا في نادي المريخ بيتمرن حاليا، فقال لي انا ما وصلنيش اي شيء رسمي، ولكن انا بنادي مجلس اداره النادي المصري. ولكن هو الراجل كابتن مرسي سرحان اكد لي ان هو تحت امر النادي المصري في اي شيء، ولكن طبعا الامور الرسميه والمخططات دي لابد ان هي تحدث خلال الفتره المقبله. مؤكدا ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف النادي المصري، واحنا هنكون اول الحاضرين ان شاء الله. الكاميرا هتبقى معاكم يوم السبت، صوروا لنا بقى التمرينه كابتن حمام وكابتن صبري، ونشوف كده روح جديده يمكن تعدل من معنويات الناس في الشارع البورسعيدي وتنشط الناس، ان هتلاقوا وراكم جماهير عشقه لناديها. بشكرك كابتن حمام، بالتوفيق ان شاء الله في المهمه القادمه باذن الله مع النادي المصري. شكرا استاذ ايمن، شكرا جزيلا لحضراتكم، وبشكر الساده المشاهدين لحسن المتابعه. ويا رب يا رب بكره الصبح مصر كلها تبقى حاضنه بعضها، وما يبقاش فيه فئات ولا طوائف ولا مشكلات، ونبني مصر بجد، لان مصر عزيزه علينا وغاليه علينا. بشكركم والى اللقاء.